نهاية سنة قربت وبداية سنة جديدة داخلة علينا، وطبعا داخلين على الكريسماس، وبالمرة نفكر المسلمين إنه تهنئة المسيحيين أو أي حد بالأعياد دي العلماء اختلفوا فيه، هل هو أصبح كافر أم عمل فعل محرم؟ ومن غير تعقيد خليني أوضح لك ليه الكلام الجامد ده، أنا وأنت عارفين إنه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني كافر، وكوني إن أهنئ حد من الكفار بعيد عندهم معناه إني موافقهم على كل حاجة عندهم، باختصار موافقهم على كفرهم. وأنا كمسلم بحب ربنا، واللي بيحب حد بيعمل اللي بيحبه حبيبه ويبعد عن اللي بيكرهه، فما بالك بقى إنك بتهنئ حد شتم وسب حبيبك؟ اسمع كده. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يعني بالله عليك، هل ينفع السماوات يتفطرن والأرض تنشق والجبال تقع فوق بعضها وإحنا نروح بالسهل كده نعايد عليهم؟ ما أظنش. ودي نبذة بسيطة عن الموضوع، لكن خلينا نرجع لموضوعنا الأصلي وهو دخول الكريسماس علينا، وتلاقي بابا نويل داخل عليك والهدايا في كل مكان وناس بتحتفل وهي لابسة قرون وهدوم من شركات بتدعم اليهود والناس بتبقى سعيدة. لكن هل السنة دي الناس هتبقى سعيدة؟ في الأغلب ما أظنش، لأن 2023 كشفت لنا حاجات كتير، كشفت لنا جنة الغرب اللي طلعت سراب، كشفت لنا ضعفنا وقلة حيلتنا اللي صنعناها بنفسنا على مدار سنين واللي لسه بنزرعها في ولادنا، كشفت لنا اللي كنا فاكرينهم قدوة وبنحبهم وطلعوا في الآخر يهمهم الشهرة والفلوس والأرواح المقدسة، كشفت لنا لحد لحظة كتابة السكريبت ده عن استشهاد 20,000 في غزة، وقبل ما تقع في فخ الأرقام وتحسه رقم عادي والسلام، فخليني أقول لك إن يوسف أبو شعر كيرلي وحليوة ما كانش رقم. شعره كيرلي هو بيضل ولا الطفل اللي استشهد وأخوه طلب شعرة منه عشان تبقى ذكرى ما كانش رقم. شعره منه الأم اللي ولادها استشهدوا كلهم ما كانوش مجرد ارقام، العروسه اللي استشهدت قبل فرحها بايام ما كانتش مجرد رقم، الام اللي ماتت هي والجنين في بطنها ما كانوش مجرد ارقام، طارق وريم روح الروح ما كانوش مجرد ارقام، كل الاطفال الصغيرين وكل العائلات اللي اتمحوا من الوجود ما كانوش مجرد ارقام، كانوا بشر عايشين في الدنيا ليهم ذكريات حلوه واحلام وطموحات واهداف، كان ليهم بيوت دافيه. في لحظه كل ده اتسلب منهم، في لحظه اتغير اللقب، بدل من المهندس الفلاني ولا الدكتور الفلاني اصبح الشهيد الفلاني، وما يحسش بالفقد غير اللي جربه. ومن صعوبه الفقد ان في عام عندنا في الاسلام اتسمى بعام الحزن، لما النبي صلى الله عليه وسلم فقد عمه وزوجته، والفقدان ما بيتعالجش بالنسيان زي ما بيتقال، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر السيده خديجه بعد موتها بكتير، وبعد كل ده لسه مترددين في المقاطعه او لسه عندنا كسل ومش بنشتغل بجد علشان ندوس على وش المجرمين دول في يوم من الايام، او لسه بندور على الدنيا ونجادل في حكم شرعي مش جاي على هوانا. شفنا بعينينا اللي مسك الدين قدر بشبشب وترنج وولاعه صيني يدمر المركبه، فاتمنى ندرك ان اللي هيمسك الدين بقوه لن يغلب ابدا. ورجائي اوعوا تبطلوا تنشروا عنهم او تتكلموا عنهم، السوشيال ميديا للاسف رجعت فيها كوميكس وضحك، دول اخواتنا ومننا، فبالله عليك ما تخذلهمش زي ما باقي العالم خذلهم. سلام.